الو، السلام عليكم. سفارة المغرب معاه؟ Bonjour, oui, l'ambassade du Maroc est avec vous. اه، هي سفارة كنت بقول لحضرتك عايز اسأل على اجراءات الجنسية المغربية، عشان حاسس ان انا بني ادم حكاك قوي، واخد بال حضرتك، ماسك في نجاح مش بتاعي اصلا وزايد. فكنت عايز احس ان انا واحد منكم بجد. فكنت عايز اعرف يعني شروط الجنسية المغربية او الاجراءات اخدها ازاي. Mais pour prendre la nationalité, il a des conditions. C'est pas facile de prendre. فهمتني؟ لا والله ما فهمتش. طب اقول لحضرتك اللي انا عارفه احسن ما نقعد نهري. انا اللي اعرفه ان انا لو اتجوزت واحده مغربيه، صح كده، هخلف منها طفل ان شاء الله او طفله، فالطفل ده هيبقى مغربي، فبالتالي انا والده، فهاخد الجنسيه المغربيه، صح كده؟ Oui, tu peux. طب حلو. هل بقى ممكن اخد الجنسيه المغربيه دلوقتي بحيث الحق بيها ماتش فرنسا، وانا وعهد الله الطفل ده هجيبه باذن الله؟ Non, نادر non. عليا. Non, non, non. J'aimerais bien t'aider. Mais c'est difficile pour prendre la nationalité comme ça. لا حول ولا قوه الا بالله. طب اقول لحضرتك على حاجه، بلاش. هل انا لو جيت المغرب اشتغلت 5 6 سنين بما يرضي الله، وكنت مواطن في حالي ما اعملش مشاكل ما برضيش طيب قوي زي صلاح عبد الله كده، هل ممكن اخد الجنسيه المغربيه، صح؟ Ah, tu peux. طب اللي قدام حضرتك ده بقى حمار شغل، يعني شغل 5 6 سنين ده انا ممكن اجي اخلصه في يومين ثلاثه، بس بحيث بالله عليكي الحق ماتش فرنسا وانا مغربي بالجنسيه. Non, non, ça. C'est pas facile de prendre ça. مفيش فعلا. طب اقول لحضرتك على حاجه، بلاش موضوع الجنسيه. هل ممكن تطلعوا لي الفيزا بحيث اجي مثلا اتفرج على الماتش في المغرب وسط اهلي وناسي، واحس ان انا اتفرج في اي بلانكا من الكازا بلانكا اللي عندكم، واحس ان انا وسط اهلي؟ Non, c'est pas facile. ما نقدرش معلش. تقدروش يعني؟ انتوا قدرتوا تطلعوا البرتغال واسبانيا، مش تقدروا تطلعوا لنا الفيزا؟ بلاش لما ربنا يكرمكم كده تدوسوا على الناس، خلينا كلنا اهل. اخد الفيزا اتفرج حتى في وسط اهلي في المغرب، هل ممكن ده؟ مش هنقول لك نبيل. انا عارف ان الموضوع يضحك وحالنا يصعب على الكافر فعلا. طيب خلاص، ما فيش مشكله، ما فيش مشكله. طب اقول لحضرتك على حاجه، هو يعني ايه وناحي؟ صحيح هو لعيب حلو وكله، بس يعني ايه وناحي دي؟ وايه ابو تريكة؟ صح ايه فعلا. يعني ابو تريكة؟ لا صح، يعني ايه تريكه فعلا. طيب تمام، انا متشكر لحضرتك جدا. وحقيقي المغرب يعني رفعتوا راسنا وعلى على راسنا، هو والله العظيم مغرب، بس حضرتك مش هتشوفيني. وحقيقي احنا متشرفين بيكوا قوي، وربنا يديم الوداد. وانا كان حوار الجنسيه ده يعني كان اخر رجاء، واخده بال حضرتك من الوداد والرجاء دي اسقاطات، هل ما هزتكيش؟ لا هزتني والله. j'aimerais bien t'aider mais je peux pas. طب ما تدوني بقى. excuse-moi. اكسكيوز، دي انا فاهمها، اللي هو معلش يعني حقك علينا وبتاع. انا متشكر لحضرتك جدا حقيقي، وان شاء الله ربنا يوفقكم قدام فرنسا باذن الله. ودايما merci متشرفين بيكوا كده. merci merci على فكره انا beaucoup. بقيت بشرب شاي مغربي، كنت بحبه كشري بس بشرب شاي مغربي. بقيت بصحى المغرب، مفيش ظهر وعصر، بس ربنا يسامحني بقى، الواحد بقاله كتير ما فرحش. انت عارف حضرتك ان انا لما بنام ما بقلعش الكوتشي عشان ما افكش الرباط، لان الرباط دايما. حضرتك الاسقاطات دي طيب ما حسسكيش ان انت عايزه تقولي تعالى خد الجنسيه؟ لا. لا. تمام، الف الف مبروك، وربنا يكرمكم باذن الله في اللي جاي.